عسلامة مرحبا وشنو أحوالكم؟ مرحبا بكم في مطبخ أم حبوب. اليوم جبت لكم وصفة فلفل محشي تونسي، فلفل زمني بنين، من طريقة إعداد الصلصة متاعو لطريقة الحشو وكيفاش نطيبوه باش يجينا بنين وفاوح وكما قاعدين نشوفوا معناتها مشخشخة بحشو بنين برشا. إن شاء الله تعجبكم الطريقة وتابعوا الفيديو كالعادة. أول حاجة باش نبداو بها باش نحضروا الصوص متاعنا. يعني حطيت كمية متاع زيت، وفي الزيت هذا باش نجيب شوية بصل نقليه بطبيعة كمية البصل حسب كمية الحشو اللي باش تعملوه. نقلي شوية البصل متاعي ونضيف له كمية متاع طماطم مكعب، كمية كيف كيف حسب كمية الصوص اللي باش تعملوه. نقلي بالكدا الطماطم هذيا راهي تو تذوب، تحبوا ترحيوها معناتها تماما تنجموا ترحيوها، اما بالطيب تو تذوب الطماطم هذيا. ونزيد شوية طماطم محكة مش برشا، شوية طماطم شايحة تبنن على الاخر، شوية هريسة عربي، تعرفوني ما نستغنيش على هريسة العربي بالحق تبنن برشا الماكلة. ونقلي بالكدا المكونات هذه الكل مع بعضها باش يتحلوا بالكدا. واللي ما يحبش يقلي كالعادة يخلط كل شيء في البارد ويطيب عادي كل واحد وطريقته. خليها كي تتقلى شوية مع بعضها على نار هادية، ومن بعد نزيد لهنا تقريبا نصف ملعقة أكل فلفل أحمر، فلفل زينة يعني، ونخلط شوية. تو باش نمرقو بشوية ماء مش برشا، ما نكثروش فيها الماء خاطر مانيش باش نقويو عليها الغاز معناتها باش نخليوها تطيب في عقلها. تو باش نتعداو نفوحو الصوص نتاعنا هذيا. لهنا كل واحد كيفاش يحب يفوح. انا لهنا باش نزيد شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية راس حانوت، شوية كركم، وبالطبيعة كمية من الثوم تبنن بالكدا الصوص هذيا. اللي يحب يزيد لهنا كليل ولا زعتر على كيفه معناتها كل واحد كيفاش يحب، لكن انا نفضل الحقيقة هكايا. ظهر لي من بعد بنت الفلفل بالكدا. خلطت كل شيء مع بعض وكما قلت لكم باش نحطها على نار ضعيفة تطيب في اقلها. طب باش نمشيو نحضروا الحشو متاعنا. لهنا حطيت مقلة فيها شوية زيت، وعملت كمية من البصل الاخضر، البصل العروش يعني. مع البصل هذايا باش نزيد تقريبا 300 جرام لحم مفروم. لهنا استعملت اللحم علوش، نجموا تستعملوا يعني اللحم بقري والا سكالوب يعني كيف كيف مرحي. بالنسبة للحم مفروم انا ناخذ اللحم عادي، ومن بعد نفرمو الحقيقة وحدي في الدار خاطر اللحم مفروم راهو صحيا يلزمك دوما يتفرم تستعمله معناتها ما يصبرش، دونك نفضل اني انا نرحي بالوقت ونطيبه. توا نحل اللحم هكا بالكدا مع البصل في الزيت، حلو بالكدا بالكدا كيما هكا. وراو اللحم هذا باش يطيب من غير ماء، هو ديجا باش يطيب في الماء نتاعو الماء اللي سايبو البصل ومع الفحات. ونفوح توا ملح، فلفل اكحل، راس حنوت حطيت كمية باهية، وزدت الكركم. باش نزيد ملعقة صغيرة هكا فلفل احمر. اللي هنا اللي يحب يزيد النعناع ينجم يزيد، انا الحقيقة ما حطيتش. خلط بالكدا. ومن بعد راهو مازالنا الثوم باش نزيدوه من بعد، مش تو، انا الثوم نحب نزيدوه من الاخر باش يبقى لي القوم تاعو بنين برشا في الفلفل. هنا كما قاعدين نشوفوا خلطت اللحم باللفحات بالكدا بالكدا باش يشربك اللفحات الكلهم. كما شفتوا ما زدتش ماء بالكل اللحم تاعنا. توا اللحم كي طاب تقريبا باش نزيدلو كمية متاع معدنوس. معدنوس نحبو زادا نزيدو ونقليه شوية مع اللحم باش يطلق الماء متاعو توا في اللحم ويتنحى الماء هذاك، خاطر كان نزيدو من بعد في الحشو يطلق الماء في وسط الفلفل ويجيني الفلفل متاعي مميس، ما يعني مش شكله مش باهي والكل. دونك نفضل نزيدو توا يذبال لهنا. تخلط بالكدا.
كما قلت لكم تو في المرحلة هذيا كقريب باش نهبط معناتها اللحم صايي خاطر هو طابلي توا اللحم. باش نزيد كمية متاع ثوم نزيدها من الاخر بالكل هكاكا الثوم يبنن بالكدا بالكدا الحشو متاع الفلفل المحشي. جربوا بالطريقة هذيا، الثوم زيدوه من الاخر باش ما يتحرقش ويبقى القوم متاعو والفايدة متاعو زاده. نخلطو هكا كي قريب باش نطفي الغاز. دوب ما يتخلط مع اللحم نطفي. ديجا ريحة الحشو ما شاء الله بنين وفاوح على الاخر. لهنا كما قلت لكم اللحم تاعي صايي طابرة ومعناتها حاضر، الحشو حاضر. توا الحشو هذا باش نصبوه في صحفة ونخليوه حتىش يبرد تماما قبل ما نزيدوه الجبن وقبل ما نستعملوه، خاطرش نزيدوه جبن مرحي لهنا. ونمشيو بالطبيعة توا باش نمشيو نحضروا الفلفل متاعنا. خاطر باش يعني الفلفل صايي باش نحضروه باش نعملوا فيه الحشو. خليو الحشو كيما متاعنا على جنب كيما قلت لكم، ونحضروا الفلفل. بالنسبه للفلفل خذيت الفلفل هذايا معروف، الفلفل هذايا نستعملوه الفلفل محشي. ماذا بينا ناخذوا قرينات يعني مش كبار برشا ومش معناتها خشين برشا هكاكا باش يعطيونا معناتها كميه باهية من الفلفل المحشي. وزيد معناتها حتى في الشكل يكون ما شاء الله مزيان وبريزونتابل معناتها. ونفرغوا الفلفل من القلوب بالطريقة هذه. نحي هكاكا الخاتم تاع الفلفل ومن بعد ننفض هكا. ما نحبش نجبد جبدين الخاتم تاع الفلفل بيدي خاطر هكاكا تولي القرني طرشق الكونتور نتاعو ذاك من فوق ويجي شكله الحقيقة مش باهي. هكا نحيه خير يبقى لي الشكل نتاع الفلفل مستوي ومعناتها مستوي ومزيان ومرتوب كيما هكايا. سهلة برشا العملية. ونكمل بقية الكمية متاع الفلفل اللي عندي بنفس الطريقة ونتحصل على الفلفل هذايا تو جاهز اني باش نحشيه بالحشو اللي حضرناه. ما قبل هذا الحشو كما قلت لكم باش نزيدوه كمية متاع جبن مرحي. الجبن اللي تحبوا عليه نتوما، اما مستحسن يكون نوعية جيدة يعني باش يعطيني قو مزيان وبنين في الفلفل. ونزيدو البيض. بالنسبة لي انا الحشو متاعي يستحق 2 كعبات بيض. إذا كمية أقل تحطوا كعبة ومن بعد زيدوا تشوفوا معناتها مستحسن تحطوا كعبة برك بيض تخلطوا. إذا ناقص تزيدوا كعبة أخرى. هكا لموا توا الحشو نتاعنا لمان بالبيض هذاك. صايي توا الحشو جاهز باش نحضروه. وفي نفس الوقت راني انا حطيت الفرن متاعي يسخن على 200 درجة خاطر انا الحقيقة الفلفل المحشي نحب من بعد نخليه يتجمر شوية في الفرن يجي بنين ما شاء الله بالطريقة هذه. توا نحشيو الفلفل متاعنا هكايا نعبيو الفراغات الكل باش يجيني شكله مزيان. نعبيو معناتها بالكدا نرصو الحشو بالكدا. القرن ذا من بعد حسيته ناقص انا زدته من بعد كمية اخرى. نزيدو تو نكملو نعبيو القرون الكل بنفس الطريقة. هكا نرصو الحشو باش القرون الكل يبداو ما شاء الله معبين بالكدا بالحشو نتاعنا. طريقة سهلة والوصفة سهلة ما شاء الله. وصفتنا التونسية الكل سهلة وبنينة ومرتوبة ومزيانة. كمل هكايا للي نكمل القرون اللي عندي الكل. في نفس الوقت توا حطيت المقلة نتاعي تسخن باش نقليو القرون هذوما بعد ما نحضرهم بالطبيعة. هذه الكمية بعد ما كملت عبيتها الكل بالحشو. وتوا كما قلت لكم في الزيت على نار متوسطة خذيت فرينة نغطس هكا الفلفل بالطريقة هذه في الفرينة ونحطوه يتقلي هكا واقف على البارتي هذيك نتاع الحشو باش من بعد الحشو نتاعي ما يخرج. بعد ما تتقلي شوية نهبط القرن نخليه يتقلي من الجهات الاخرين الكل باش يطيب. نكمل بنفس الطريقة. كامل نقليو القرون اللي عنا الكل هكايا. ومن بعد كما قلت لكم كل ما تتقلي البارتي هذيك نهبط القرن بتاعي ونقليه من الجهات الكل
نحاول ديما نقلبه من جهات الكل باش يطيب الحشو من الداخل بنفس الطريقة. كي تقلاو راهو ديجا الحشو طايب والكل معناتها، كي تقلاو تنجم القرن تاكلو حتى كيك قبل ما نحطوه للفور معناتها. لأن القرون نتاعي ديجا بدات تطيب باش نبدأ نخرج القرون اللي تطيب ونكمل نقلي القرون اللي مازلت ما حطيتهمش. ومن بعد بالطبيعة باش نتحصلوا على كمية الفلفل متاعنا هذه طايبة ما شاء الله، الريحة والبنة. تو باش نحضر الطبق اللي باش ندخلو للكوشة. حطيت فيه الصلصة، شوفوا القوام تاع الصلصة حبيت نوريهولكم، ماهيش عاقدة برشا وماهيش جاري، لازم يكون هكا القوام تاعها وراهو فايحة ما شاء الله. شوفوا لونها أحمر تبارك الله. نحط الصلصة متاعي في الطبق اللي باش ندخلو للفور، نوزع الصلصة متاعي، من بعد الرصف الفلفل هذاك المحشي فوق الصلصة هكايا مستوي ديجا، معناتها يكون ديجا هكا التقديم نتاعو حتى في الطبق مزيان. وباش ندخلو للفرن تقريبا درجين ربع ساعة كما انتم تحبوا. المفيد ما نخليوش يعني الفلفل يتحرق برشا، جوست يتحمر يتجمر معناتها وكها. وهذايا الفلفل متاعي بعد ما خرجته من الفور، شوفوا يعني شكله ما شاء الله. وزاد تجمر معناتها في الفور، زادوا بنة على بنة. نعملوا له هكا رشة متاع معدنوس وشوية بصل زادة، تعطيه يعني بنة ومنظر. يعني وصفة تونسية تقليدية، حاجة روعة بصراحة. فكرة دبارة إن شاء الله في رمضان، يعني نودوا بها رواحنا والضياف. وشوف ما شاء الله، بنة وفايدة ومنفعة. وصفة سهلة زادة، نطبقوا جوست الطريقة بالضبط وتجينا ناجحة من أول تجربة. كالعادة نحب نوريكم من داخل الحشو كيفاش معناتها ما شاء الله مشخشخ باللحم وبالجبونات، يعني يجينا روعة. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا اليوم. ما تنسوش تشجعوني زادا كالعادة بجيم فيديو، أبوني للقناة وتفعلوا الجرس، واعطوني تعليقاتكم ونتقابلوا إن شاء الله في وصفة قادمة.